يوم ممطر بامتياز على اسكندرية. ده شارع 45، هنطلع على البحر وهناخده جولة يعني في اسكندرية بقى، الكورنيش، شارع ابو قير، هنشوف هنروح فين. المهم النهاردة او من امبارح ويعني في تحذيرات لحالة الطقس والاجواء في اسكندرية، وبالفعل من النهاردة صباحا او فجرا بدأت الامطار. هي امطار متوسطة لخفيفة بس مستمرة، يعني ما انقطعتش خالص. فالدنيا غرقت زي ما انتم شايفين كده، حرفيا اسكندرية اتغسلت. واسكندرية في الشتاء وتحت المطر قصة عشق لا يفهمها غير محبي الشتاء وعشاق اسكندرية في الشتاء تحديدا. مش شرط يكونوا اسكندرانية، بيجي اسكندرية في الشتاء من جميع المحافظات كمان، والدول العربية ومن الدول الأجنبية مخصوص في الشتاء عشان يستمتعوا بأجواءها الشتوية الجميلة. الشتاء السنة دي افتقدناه، ما كانش الشتاء بقوة. ديسمبر، يناير، فبراير يعني عدى علينا، ومارس كمان عدى علينا وكأن ما كانش فيه شتاء، ولا يعني تقريبا ما شفناش فصل الشتاء غير النوات بتشتي يوم كده وترجع الأجواء مشمسة مباشرة على طول. لكن زي ما بقول لكم كده، احنا دلوقتي في سيدي بشر. النهارده زي ما بقول لكم يوم ممطر شتوي بامتياز، رغم ان النهارده 1 ابريل 2026، يعني احنا في فصل الربيع ولكن اجواء شتوية. الحقيقة مفيش سقعة، مفيش برودة في الجو، ولكن هو الشتاء والغطاء السحابي اللي مغطي السماء كلها زي ما احنا شايفين كده. السماء كلها متغطية بالسحب وأجواء يعني ما اقولكوش عاملة ازاي. طبعا محبين الشتاء هيحبوها، واللي ما بيحبوش الشتاء مش هيبقوا مستمتعين او مش هتبقى احسن حاجة بالنسبة لهم. وكمان الأجمل والأجمل إن احنا صحينا النهاردة على خبر جميل جدا، يعني شرح قلوبنا، وهو تأجيل إيقاف ترام الرمل اللي كان يعني متوقع، يعني المفروض إن هو الإيقاف النهاردة كامل من أول محطة الرمل لحد مصطفى كامل، ولكن أجل الإيقاف. واحنا ماشيين هنعدي على سيدي جابر، سيدي جابر الشيخ، وهنعدي على شارع أبو قير ومحطة ترام برضو سيدي جابر المحطة. المهم ليه تم إيقاف تأجيل إيقاف الترام؟ هو الله أعلم. هو من فترة يعني من كام يوم كده وزير النقل طلع وقال هيتم تأجيل بعض المشروعات، هيتم تأجيل العمل فيها لمدة شهرين عشان ترشيد استهلاك الطاقة. الله أعلم بقى مشروع تطوير الترام من ضمنها ولا اتأجل وفضلت شغالة عشان مثلا أزمة المواصلات، لأن المواصلات البديلة لترام الرمل فيها مشكلة يعني قليلة جدا جدا، وفي زحمة أساسا في شوارع اسكندرية. هل المحافظة أجلت التطوير عشان كده، عشان أزمة المواصلات، ولا لأ؟ أو الله أعلم بخصوص التمويل ولا القضية اللي مرفوعة. فإحنا مش عارفين الحقيقة السبب الرئيسي في تأجيل تطوير الترام، ولكن اللي يهمنا إن الحمد لله تم التأجيل، والترام ما زالت ماشية في شوارع اسكندرية من محطة الرمل لحد مصطفى كامل. واحنا دلوقتي في ستانلي. طبعا بقول لكم الشتاء متوقف دون انقطاع، يعني هي ما وقفتش شتاء خالص، بس امطار متوسطة، لكن مع استمرارها فتحسوا الدنيا غرقت. احنا هنا دلوقتي في الشوارع، شارع طبعا طريق الكورنيش، البحر، طريق الجيش، شارع ابو قير. الشوارع هتحسوها نظيفة وبتلمع من الشتاء، لكن قبلي والشوارع اللي جوه هتلاقوها غرقانة طبعا ومتبهدلة اكتر. مش كلها طبعا، يعني مش هنعمم ونقول كلها، ولكن في منها حرفيا اتبهدل. احنا دلوقتي في ستانلي، وهنكمل بقى لسيدي جابر، ونخش من سيدي جابر شارع المشير، وناخد جولة كده في اسكندرية ساعة الشتاء. اكتبوا لي بتتابعوني منين، اكتبوا لي الطقس عندكم عامل ازاي، لو انتوا في اي محافظة تانية شتت عندكم ولا لا، واخبار الجو عامل ازاي تاني. هو النهاردة الحقيقة يعني الفصول الأربعة موجودين النهاردة 1 أبريل. بعض المحافظات الجو حر جدا جدا، تمام. بعض المحافظات الجو شتوي، بعض المحافظات الجو ربيعي، بعض المحافظات الجو سقعة وبرد وعواصف وخمسين كده يعني. فتحسوا النهاردة الفصول الأربعة جمعت في مصر كلها ومحافظاتها كلها. يعدي بقى الشتاء ان شاء الله. احنا كده في سيدي جابر، اخدنا يوتيرن وهنخش بقى يمين على شارع المشير. تمام. كنت بقول لكم ايه بقى، بقول لكم ان شاء الله بقى الشتويه دي كده تعدي، ويجي بقى ايه الاجواء الربيعيه والربيع وجماله، ونروح لكم بقى المنتزه، ونروح لكم المعموره وانطونيادس، وتشوفوا اجواء الربيع وجمالها في اسكندريه ان شاء الله. يعني يمكن دي اخر ان شاء الله، يعني نقول اخر شتويه واخر اجواء الشتاء او النواه اللي هتبقى موجوده في اسكندريه ان شاء الله. بعد كده بقى نخش على الربيع والصيف.
بخصوص بقى الصيف وايقاف الاغلاق 9 مساء. انا صورت لكم اجواء الاغلاق، وهصور لكم تاني برضو في اماكن تانية في اسكندريه، هتلاقوا موجود على القناه. صورت لكم شارع جمال عبد الناصر، من سيدي بشر لحد المنظره والعصافره، قبلي وبحري. وصورت لكم كمان المنشيه ومحطه الرمل، هتلاقوا كل ده موجود على القناه. بصوا هنا احنا يعني اهو سيدي جابر الشيخ، ترام سيدي جابر الشيخ، واقفين شويه عشان الاشاره. بخصوص الاغلاق، هل تتوقعوا ان الاغلاق هيمتد معانا لفصل الصيف؟ طب لو الاغلاق كمل معانا لحد الساعه 9 زي ما احنا كده في فصل الصيف، هل هيبقى الصيف يعني في اسكندريه زحمه زي كل سنه؟ هنشوف الدنيا زحمه زي ما نشوفها في اسكندريه كده في عز الصيف؟ ولا المصيفين هيقولوا ايه ده الساعه 9 هنروحوا نناموا، هنعملوا ايه، احنا عايزين نصيف، يفضلوا يروحوا محافظه تانية؟ الله اعلم. عامه احنا متابعين قرارات رئاسه الوزراء وهنشوفوا ايه اللي هيحصل. بس الصيف يعني سهر وحياة وكده يعني. ما اعتقدش ان هيتم تعميم القرار لحد الصيف. ان شاء الله الحروب دي تنتهي ويعم كده السلام ونرجع تاني سهرانين فاتحين منورين. مع ان يعني الدول العربية والدول الاجنبية بيقفلوا 6 و7 مساء عادي، يعني ما عندهمش حاجة غريبة، بس احنا مستغربين الوضع عشان يعني احنا متعودين طبعا. الناس بتسهر، المصريين بصفة عامة بيحبوا يسهروا للصبح بقى في الكافيتريات والتمشية والخروجات والفسح كده. ده كده شارع المشير، الدنيا زحمة حرفيا بجد، الأجواء زحمة يا دنيا زحمة. على فكرة تصوير الفيديو ده الساعة كانت 4:30، يعني نقدر نقول بعد خروج الأشغال، وبعد النهاردة ما كانش كمان في مدارس، كانت جامعات بس، وخرجوا طبعا 4:30 يعتبر خرجوا. بس الدنيا زحمة زي ما احنا شايفين كده. هنلف بقى يوتيرن ونروح على شارع أوير. طبعا الترام شغالة هنا، محطة سيدي جابر المحطة، ترام سيدي جابر المحطة، الترام شغالة بس هي ما عدتش دلوقتي قدامنا واحنا معديين، لكن زي ما قلنا اتأجل التطوير الحمد لله. هنكمل معاكم بقى وتشوفوا أجواء شارع أبو قير وأجواء اسكندرية في الشتوية. لو وصلتوا لحد هنا قولولي تتابعوني منين، وما تنسوش اللايك. هنكمل كده قدام شويه وبعد كده احنا في سيدي جابر، هنكمل لقدام شويه وبعد كده ناخد اول يوتيرن ونلف في شارع ابو قير بقى، واحنا كده راجعين من سيدي جابر كده في طريقنا لفيكتوريا. شارع ابو قير زحمه باستمرار، يعني احنا وسعنا ما وسعناش، الدنيا زحمه زي ما انتم شايفين. هنلف اليوتيرن الجاي ده ونكمل بقى في طريقنا الى اتجاهنا لفيكتوريا. هنا خدنا اليوتيرن ووصلنا قدام اهو محطة قطار سيدي جابر. طبعا الشتاء ما وقفش، يعني هو الشتاء مستمر زي ما بقول لكم، امطار كده متوسطة بس مستمرة. يعني حتى انا بسجل الفيديو دلوقتي الساعة كام دلوقتي؟ انا بسجل فيديو الساعة 8 ل 10 مساء والدنيا بره اهي برضو بتشتي. شايفين يعني تحسوا كده الدنيا اسكندرية نظفت، الشتاء غسل اسكندرية. بلدنا الجميلة الحقيقة اللي بنعشقها في كل احوالها، بايجابياتها بسلبياتها بكل ما فيها احنا بنعشقها. شارع ابو قير زي ما بقول لكم زحمه زحمه بجد، توسعه مش توسعه، الدنيا حرفيا زحمه. احنا عمالين نوسع فالعدد العربيات بيزيد، بنوسع عدد العربيات بيزيد. طب وبعدين؟ بصوا الاتوبيسين دول اللي هو بديل الترام واقف هنا اهو، واحد بديل الترام واحد بديل قطار ابو قير، واقفين هنا في سيدي جابر. تمام، تقريبا انا اخر مره ركبته كان ب 14 جنيه. ماشي اهو تقريبا لسه ب 14 جنيه هنا اهو في سيدي جابر. بوريكم زحمه بقى والشباب كله مستني يعني مواصلات عشان يركب ويلحق يروح. طبعا في ازمه في المشاريع زي ما احنا المشاريع يعني تقسيم السكه بقى والمسافات يعني وما ادراكم. وما بياخدوش المسافه كامله، يعني اللي عايز يروح مشوار يضطر يركب وينزل ويركب تاني وينزل، فعشان كده بتلاقوا زحمه، لان اللي عايز يركب عاوز يركب ويخلص ويروح ويخلص. احنا كده هنا في سيدي جابر شارع ابو قير اهو، الدنيا هاديه وواسعه شويه والشتا برضو مكمل معانا. الحقيقه اللي بيمشي في شارع ابو قير لازم يكون عنده صبر وطولة بال، بسبب ان ايه زحمه والمشي كده واحده واحده واشارات كتير، فزي ما انتوا عارفين كده ممل وخنيق شويه. ماشي، عشان كده الكورنيش بتحسوا ان احنا ما خدناش وقت، بيطير العربيات بتجري بسرعه، الكورنيش طريق واسع مباشره. نيجي هنا شارع ابو قير بقى زي ما انتوا شايفين، بصوا اللي رايح واللي جاي الاتنين زحمه زي ما انتوا شايفين. دي كده اجواء اسكندريه النهارده في الشتويه. هنقرب شويه كده
لفين؟ لفيكتوريا. خليكم معايا ماشيين واحده واحده زي ما انتم شايفين. الحقيقه زي ما بقول لكم الواحد لازم يبقى عنده صبر اللي هيمشي في شارع ابو قير، لان الطريق بالوضع اللي انتم شايفينه. مش عارفين بقى الصيف الدنيا هتبقى عامله ازاي في اسكندريه. احنا وسعنا شارع ابو قير، وسعنا الكورنيش، فاحنا عمالين نوسع، فان شاء الله الدنيا كده تبقى سهله ان شاء الله. يا مسهل. تعالوا بقى بينا كده، هعدي كل ده طبعا عشان مطولش عليكم الفيديو ونروح لفيكتوريا. كده داخلين على فيكتوريا والاقبال، بعيشكم معايا الاجواء. عربيات بقى الخضار اللي ماشيه هتخش في السواق دلوقتي. ماشي عشان تحسوا بالله تعيشوا يوم معانا، يوم اسكندراني في الشتاء في الشوارع. خلاص احنا على فكرة انا راكبة اوبر، فانتم متخيلين بقى لو انت راكب مشروع يقف ويحمل وينزل وهكذا. يعني نفسي اعيشكم معايا الاجواء بالظبط. خلاص احنا اهو كده الاقبال لوران داخلين على فيكتوريا. وبرده بس انا بوريكم الزحمه، وان احنا كل خطوتين حرفيا كل خطوتين العربيه تمشي وتقف. بصوا اهو حتى كوبري المترو هناك كده قدامنا واضح. واخيرا داخلين على فيكتوريا. انا بدل ما اقص الفيديو قلت اسرعه، فكده انا عملت السرعه 1.5، قلت اسرع عشان ما تزهقوش. بس زي ما بقول لكم انا بعيشكم الاجواء عشان لكم ان تتخيلوا انت جاي من سيدي جابر ماشي في شارع ابو قير، الدنيا والوضع بيبقى عامل ازاي. على فكره الشتاء مش السبب، الشتاء مش عامل عائق ولا اي حاجه، هي اسكندريه زحمه بكل تفاصيلها. هنا اهو دخلنا فيكتوريا خلاص. ده كوبري المترو طبعا اللي على يميني، وقدام شويه ودي مدرسه فيكتوريا كوليدج اهي على شمالي. ماشي، ومزلقان فيكتوريا. وبعد كده هنشوفوا بقى ايه محطة ترام فيكتوريا. خلاص سابقا احنا عارفين تم الايقاف وتم ازالة المحطة، واتحط كده كرفان على مسار المترو من اول فيكتوريا كده واحنا طالعين للسيوف وسيدي بشر. ما زلنا اهو الكرفان الاصفر اللي هناك ده اللي على شمالي ده كده مكان مشروع اللي هيتم فيه تطوير ترام اسكندرية. طبعا كده عبد الناصر ماشي، التقاطع اللي جاي ده كده عبد الناصر، وكده ملك حفني. احنا هنخش بقى ايه عبد الناصر. فيكتوريا طبعا والاشغالات والعربيات الخضار اللي فرشه والفروشات طبعا على مسار المترو موجوده، ازاله مش ازاله بيرجعوا تاني. احنا محتاجين الحقيقه اسواق حضريه في اسكندريه. كده خلاص قربنا، يعني وصلنا لنهايه الفيديو كده. ده شارع جمال عبد الناصر، ونكتفي بهذا القدر واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. شكرا والسلام عليكم. جيجي.